السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ عواشركم مبروكه. هاد الشهر هذا ان شاء الله غنحاول انني نشارك معكم التحضيرات ديالي ابتداء من هاد الفيديو هذا. شاركت معكم شحال ديال التحضيرات، هادو تحضيرات ديال رمضان. نفكروا شي بنات، نشجعوا شي بنات باش ينوضوا حتى هما ويديروا تحضيرات. التحضيرات المسبقه دائما تتنفع. الحاجه اللي تبرزطني ما نخليهاش حتى لاخر لحظه. نوجد على اتساع رمضان واحد المناسبه الدينيه زوينه ومناسبه اللي تنفرحوا بها. يعني شهر كامل تيدوز عندنا، يعني تيتبدل لينا الروتين ديال العيش ديالنا. تنتشجعوا في شحال من حاجه، تنقادوا صلاتنا، تنظموها، تنجتهدوا شويه في شحال من حاجه ما تنديروهاش في الايام العاديه. يعني واحد المناسبه اللي هي متميزة، فتنوجدوا ليها بكل الحب وتنوجدوا ليها وحنا فرحانين وناشطين. ومن بين الحاجات اللي انا ضروري تنديرها الا ما كنتش دايراها خلال السنه، لان سلو او السفوف تنديرو انا تقريبا فاش الا تشهيتو تف من غير رمضان تنديرو. يعني دابا جاني مع ميكت عليه وقلت غنديرو ان شاء الله دابا مع فهاد الشهر هذا ديال شعبان ان شاء الله. وان شاء الله غنحاول اننا نديرو بطريقه صحيه باش نستافدوا منه ان شاء الله. ولا كنا شي حاجه ناكلوها نستافدوا منها. اول حاجه غادي ندير ان شاء الله هي انني غادي نحمر واحد شويه ديال الدقيق ديال الشعير. بما انه عندي ما كاينلاش نشريه، هو ممكن انك تشريه من الهري. دابا الهريات بعض الهريات ولاو تلقاي عندهم الشعير محمر، القمح محمر، تتلقاي عندهم اي حاجه انتي بغيتي ديري بها السوف تتلقايها محمره. المهم عندنا حنا في بني ملال ولاو بزاف ديال الهريات تيديروا هاد القضيه هادي. انا عندي الدقيق ديال الشعير وما بغيتش ندير بزاف ديال الدقيق، يعني غندير تقريبا هادشي اللي غربلت قل من كيلو. غندير فقط هاد الطاوه هادي وهو بسرعه تيتحمر، ما تيتعطلش بحال الدقيق الابيض ولا انواع ولا الفارينه ولا. يعني هادوك تيتعطلوا شويه وتيمحنوا، خصوصا الا كان الحال سخون. دابا الجو بارد الحمد لله، الجو زوين وبالنسبه لي تيتحمر بسرعه. اللي بغات تحمرو ترد معاه البال لانه بسرعه تيتحمر. يعني تندخلو تنبقى نجبدو نحركو ندخلو نحركو حتى تنحس به ولا محمر القياس اللي انا بغيت. وتنحبسها، نتوما غادي تشوفوا خلال الفيديو اللون ديالو كي تيولي وصافي. يعني هادشي اللي كاين بلا ما نحتاج انني نشريه. وهذاك اللي تيكون محمر مقاد تيكون الثمن ديالو طالع. بما انني يعني هادشي ديال السفوف كنت موجده ليه شحال هذا كنت خديته فاش كنت خديت اللوبيا والعدس والفول والحمص وداكشي اللي تناخد في ديك تقريبا شهر 10 فاش خديتهم. خديت معاهم اللوز وكاوكاو وجنجلان. خديت حبة حلاوة والنافع. يعني الحاجات الأساسية اللي تيداروا في الصفوف كنت واخداهم. يعني دابا ما غنحتاج أنني نشري إن شاء الله حتى حاجة، باستثناء إلا خصاتني شي أشياء اللي بسيطة، لا بغيت نصايب شي معسلة ولا شي حاجة. حتى كاوكاو راه عندي كمية كثيرة، إلا صايبت المعسلة بكاوكاو ما غنحتاج أنني نشري شي حاجة. وتا إلا شريت غنشري قياس قليل، يعني ما غاديش باش مزيان هاد الاشياء نشريهم في واحد الوقيته اللي تيكون عندي واحد فرصه، تيكونوا عندي فلوس مجموعين، تيكون عندي ديك الوقيته ديالهم تيكون الاثمنه ديالهم رخيصه بزاف. يعني تتكون ناقصه تطلع عليك داك الشيء رخيص. اما دابا راه الا بغيتي ديري الصفوف تاني هاد الوقيته هادي راه تيطلع شويه غالي، خصوصا السيدات اللي تيديروا كميات كثيره تيبغيو يديروا ليهم لوالديهم. تبغي دير العدوسه حتى هي ولا لخواتاتها ولا المهم كل وحده وكيفاش الظروف ديالها تتبغي تذوقي بطبيعه الحال. يعني كاين تدير كميه كثيره بزاف. انا نحاول انني ندير كميه لاننا الصراحه ما تناكلوش بزاف في رمضان، تناكلوا منه كميات قليله، ولكن انا ضروري خصو يكون عندي زعما تنستهلكوه في خارج رمضان اكثر. الصراحه غنحاول انني نديرو هاد المره كما قلت لكم بطريقه صحيه. الشعير ان شاء الله غادي نحمرو
هاد الصباح هذا صبحت موقده شويه، قلت غادي ندير كاع يعني غندير المراحل الاولى ديال الصفوف، ما غاديش نخلطو دابا، فقط غادي نحمرو. حبة حلاوه والنافع غادي نعاود نقيهم واحد التنقيه اخرى قبل ما نصهدهم. انا تندير حبة حلاوه والنافع، تندير رابعه صغيره رابعه صغيره. يعني كاين اللي تيدير غير معلقه ولا جوج، انا تيعجبني يكون كتير في الصفوف. هنايا كاوكاو عندي 2 كيلو، وجنجلان عندي 1.5 كيلو. كنت خديته فقط ب25 درهم، وكاوكاو تا هو كنت خديته ب25 درهم، باقي جديد يلا حاطينه ديك الساعه فاش خديته. واللوز ما بقيتش عقلت، واقيلا 15 100 باش خديته. دابا راه ضروري تلقايه ب18 100 درهم 120 درهم، على حسب النوع، على حسب واش بلدي واش رومي. المهم السوق راه ولات فيه بزاف ديال الاختيارات، اللي بغى شي حاجه راه تياخدها. وصافي اليوم هاد الصباح هذا ان شاء الله خصصته فقط لهذا الشيء، غادي نحمرو وغادي نقادو وغادي نوجدو ان شاء الله. وهذاك الدقيق هو فقط اللي تياخد شويه ديال الوقت، تبقاي تجبدي تحركي وهذه، ولكن تندوزو مع الشقه ديال الصباح. وقلت علاش لا، ملي غنوجد انا هاد الاشياء قلت علاش لي ما نشاركهمش معاكم باش تستافدوا. والتحديات راه هنا فين تينفعوا، التحديات راه تينفعوا. انا التحدي ديال رمضان استعملته شحال هذا، كنت هزيت منه الدجاج، هزيت منه سميتو لهذا الشيء في وقت ديال القطاني. وايضا داكشي اللي بقى ليا في الشهور الاخرى اللي كنت باقي ما حطيتهمش غنجيب بهم ان شاء الله داكشي اللي بغيت. هنايا جنجلان، الصراحه صدق ليا جنجلان ندمت حتى ما خديتش كتر. صدق زوين ونقي وما فيهش الوسخ. هذاك الغسله اللي غسلته حيدات منه كاع داكشي اللي فيه، فاش نشفو بغيت نقيه ما لقيت فيه حتى حاجه. لقيت فيه اشياء بسيطه، لقيت فيه شي اشياء اللي مش ما لقيتش فيه الحجر، لقيت فيه شي وسيخات كحلين قلال. هنايا حبة حلاوه لقيتها نقيه حتى هي ما فيهاش الوسخ. انا ما تنغسلهمش، فقط تنغربلهم وتندوزهم تنقيهم. كاوكاو خلاص لقيته نقي ما فيهش وتقول شي حجره ولا شي حاجه. وبالنسبه لداك النافع يعني داك الرقيق، النافع هو اللي لقيت فيه الحجر، لقيت فيه داك الحجر. المهم نقيته وعاودته نقيته تلقى فيه، يعني عاود تاني غادي نقيه ماشي مسخ كاع بزاف، ولكن تيدوزو ليا شي حجرات تنعاودو. كل فين ما جاتني دابا الفرصه انا فايته منقياه مره عاودته، دابا لقيت فيه شي حجرات قلال غادي نعاود تاني قبل ما نطحنو نعاودو ملي نحمرو. بالنسبه لحبه حلاوه النافع فقط تنصهدهم. اللوز وكاوكاو ردوا مع البال، خصوصا اللوز بسرعه تيتحمر في الفران. تنحمرو غير شويه وتنحيدو حتى تنطفي الفران عاد تنعاود نرجعو. وبالنسبه للكاوكاو ملي غتخوى ليا هاد الطاوه ديال الدقيق غادي نديرو فيها وغادي نحمرو على 2 مرات مثلا ولا 3 باش ما نزربش عليه ويتحمر ليا بزاف ويجيب ليا واحد المذاق خايب. يعني تنحمرو انا في المره الاولى وتنطفي عليه الفران وتنخليه، والمره الثانيه فاش نطيب ثاني الخبز تنعاود ثاني ندخلو في الاخر نخليه واحد القسم ونطفي عليه صافي. تجي واحد التحميره ديالو زوينه وتيتحمر كامل وتيجي زوين، وداك القشره ديالو بسرعه تتحيد. هنايا الدقيق من بعد ما حمرته جا على هذا الشكل هذا، اللون ديالو زوين. هنا حبه حلاوه والنافع حتى هما صهدتهم، يعني ما بغيتش نطولهم في الفران. وجنجلان ايضا حمروه فقط صهدوه وزيدوا واحد شويه وردوا معاه البال، لان الا تحمر بزاف تيطلق واحد المذاق خايب. هاد المره جنجلان درت كيلو ما بين هذاك النوع اللي شريته ب25 درهم، ما غاديش يكون ديال المغرب بطبيعه الحال، ونص كيلو الاخر كان عندي بلدي من العام اللي فات، يعني باش نديرو داك المذاق الزوين ديال جنجلان. وما بغيتش نمشي نتقدى دابا هاد الاشياء هادو، لان ما شاء الله يعني تيطغاو مالين الهريات وداكشي، ماشي كاملين ولكن الاغلبيه ديالهم تيوليو يجبدوا شي سلعه في شكل تيولي الغش، تتولي شحال من حاجه. تنتفادى انا نتقدى هاد الاشياء في هاد المده هادي. هنايا جنجلان تنحمر فيه هو اللوز صافي قربت نحيدهم.
وصافي هادو هما التحضيرات اللي درت اليوم ان شاء الله. وغدا ان شاء الله نقدر كل نهار غادي نحيد عليا حاجه، باقي خصني ندير العسل ان شاء الله، ومن بعد نبدا نفكر اشنو المعسلات اللي بغيت ندير. نقدر ندير وحده ولا جوج، المهم ندير المعسلات اللي تعجب وليداتي واللي تياكلوها، غادي نديرها بكميه كثيره وصافي. يعني انا تنتفادى ديك قوه التحضيرات وديك الكميه الكثيره، تندير بالقياس باش داكشي يكون زوين وعنده واحد القيمه ويدار في الدار. احسن حاجه هي الحاجه ديال الدار، نتفاداو الشريان. بالنسبه لي انا تيعجبني يكون عندي الصفوف وندير شي معسله ولا جوج فقط. هادشي هو اللي تنحضر من الاشياء الحلوه. نقدر ندير مثلا شي بسيطلات صغيورين على حسب الظروف، الا ما عاونتنيش الظروف ما تنديرهمش وتنخلي حتى رمضان عاد تنبدا ندير معسلات. تندير داكشي التقليدي ديالنا، داكشي المعمر ديالنا التقليدي، البطبوط المسمن. ودابا تبارك الله راه المسمن، العجينه ديال المسمن ديري بها العجب، ديري بها بريوات، ديري بها بسيطلات، خبيزات معمرين، بسيطلات كبار، البطبوط حتى هو تديري صغير كبير. يعني داك التقليدي داكشي البلدي ديالنا راه ممكن نديرو به العجب. يعني يجي داكشي زوين في المنظر وفي المذاق بطبيعه الحال. نوصيكم فقط على الاشياء، توجدي المقادير باش ديري، اما باش توجدي الاشياء طيبه انا تنتفادى هاد المسائل هادي. تنوجد الدجاج بكميات اللي هي كثيره، المهم مناسبه. الكفته تنتهلا في الكفته، في الهبره ديال بيبي الا كان الدجاج عندي ما عنديش الهبره بزاف فيه. شويه ديال اللحم هكا هبيرات زوينين وصافي. هادشي هو زعما الاشياء اللي انا تيبان ليا بانها تساعدك. وبالنسبه للخضر والفواكه راه فين محتاجين شي حاجه راه تنمشيو نجيبوها. اصلا حنا المجمد تنديرو فيه بزاف ديال الحاجات تتنفعنا حتى في الايامات العاديه. يعني داكشي ديال الربيع مقطع ديال الفلافل، لاصوص ديال المطيشه، اللوبيا خضراء مثلا الا كانت متوفره، الجلبانه هي بدات تدخل دابا. المهم دوك الاشياء راه هما اللي تينفعوا. اما باش توجدي طيبي وتحطي وطيبي ودي تحسبي شحال من وجبه وتقادي وهذا، داكشي انا تنتفاداه صراحه. الاشياء اللي توجد عن بعد تنوجدها، والاشياء اللي تتكالي من الاحسن ناكلوها طريه نخلي تنديرها زعما بالوقت ديالها. الحمد لله عندنا الوقت، الجو زوين تبارك الله. وهذا الشيء اللي كاين يعني ماشي بحال هاد الايامات اللي تيكون الصهد وتيكون فينا العطش والعيا. يعني تنكونوا هاد العام ان شاء الله غادي تكون حتى الراحه في الصوم، ما غاديش يكون داك العبء علينا كتير. وتنشكركم بزاف على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.